السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة فيلماكس. بما أن شهر رمضان قرب، الناس كامل راهي تبحث عن المسلسلات التي تتعرض على القنوات الجزائرية، واليوم جبت لكم قائمة بأبرز المسلسلات الجزائرية المعروضة في شهر رمضان 2023. تابعوني. مسلسل 11/11. يقوم المخرج أسامة قبي بتصوير مسلسل جديد من نوع الدراما الاجتماعية والأكشن يحمل عنوان 11/11. يتطرق في مضمونه إلى عدة مواضيع منقولة من الواقع المعيشي للمجتمع الجزائري، حيث سيشارك في بطولة هذا العمل الفني العديد من الأسماء الفنية البارزة، نذكر منهم يوسف الصحيدي، عزيز بكروني، نبيل شيالي، هيفا رحيم ونجي العراف. مسلسل الضامة. تعود السيناريست سارة برتيمة بمشروع مسلسل جديد يعرض على قنوات التلفزيون الجزائري في رمضان المقبل بعنوان الضامة. تدور أحداثه في العاصمة المدينة القديمة، ويجمع العمل الذي يشرف على إخراجه يحيى مزاحم نخبة من النجوم على غرار بيونا، مصطفى العريبي، مراد خان، إلى جانب أسماء من الممثلين الجدد أمثال نورهان زغيد وكريمو دراجي. تدور أحداث المسلسل في حي باب الواد الشعبي بالعاصمة حول لعبة الضامة، من خلال قصة تدور في زمنين متقاربين ومختلفين تجمع بين الأكشن والدراما الكلاسيكية. مسلسل البطحة من إخراج ياسمين عبد المومن، بطولة نبيل عسلي، سارة العلامة، نسيم حدوش، عايدة عبابسة وعادل الشيخ، والذي تحاول فيه المخرجة ياسمين عبد المومن معالجة ظواهر سلبية منقولة من الواقع المعيشي للمجتمع الجزائري بطريقة كوميدية. مسلسل بنت البلاد. يعود مسلسل بنت البلاد في جزئه الثالث، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي مثير، حيث أنه يحكي قصة معاناة المرأة الجزائرية عقب زواج زوجها مرة أخرى وتنازلها عن كرامتها من أجل البقاء على بيتها واستقرارها. بطولة كل من ليليان باركون، نبيل شيالي، شيماء عطلة، ياسمين عبد المومن وكنزة موسوس. مسلسل يوميات عائلة مسوس. يعتبر مسلسل عائلة مسوس من الأعمال الدرامية الكوميدية التي تندرج تحت مسمى سيت كوم. المسلسل من إخراج جعفر قاسم، بطولة كل من مروان قلوابي، هشام مصباح، بيونا، عثمان بن داود، سامية مزيان وأسماء محجان. شكرا على المتابعة، وما تنساش تضغط زر الإعجاب والاشتراك. يلا نتلاقوا في حلقة جديدة. سلام.